يا صباح الخير والتفاؤل والنشاط، ازيكم يا حبايب قلبي؟ النهارده فيديو جديد. النهارده هشارك معاكم يوم من ايام الجمعيه قبل ما رمضان يجي. كل سنه وانتم طيبين وينعاد علينا كلنا بالخير يا رب وبالسعاده. وكمان هشارك معاكم توزيعات للاطفال عندي في الروضه في الكلاس. عملت توزيعات، عملت حوالي 50 فانوس بورق الفوم وورق الكانسون، وعجب الاطفال جدا. لازم تجربوا بجد، التوزيعات دي تحفه اللي هتعجب الاطفال عندكم. فيلا بقى بينا على الفيديو. بدأت اليوم بتاعي من بدري، بدأت صحيت الساعة 4:30 الفجر زي ما انتم شايفين كده، عشان كان عليا النهاردة حاجات كتيرة. وكمان بحب اصحى كده قبل المنزل الجامعة بتاعتي او المدرسة بتاعتي، سواء الجامعة او سواء المدرسة. بحب اصحى كده قبل الجامعة او المدرسة شوية كده، اخد اللي هو ما منزلش مستعجلة، لا بالعكس اكون منظمة كل حاجة ومرتبة كل حاجة. فزي ما انتم شايفين كده انا صحيت على منظر الأوضة ده، عشان انا كنت راجعة بالليل امبارح متأخر من الشارع، فما لحقتش انظمها. فقلت لما اصحى بقى انظمها. لما ببدا اليوم بتاعي بتنظيم الاوضه وترتيب الاوضه وتلميع الاوضه، بحس ان اليوم بينتهي بنظام وبينتهي بانجاز اصلا. فجربوا الخطوه دي هتفرق معاكم جدا، اللي هو ابداوا يومكم بنظام هتلاقوا انتهى فعلا بنظام وانجاز كمان. دخلت بقى بعد ما خلصت تنظيف الاوضه، دخلت عشان اعمل الفطار بتاعي بقى. انا لازم يومي يبدا بكوبايه النسكافيه. فعملت غليت اللبن بقى وعملت النسكافيه، وكمان جبت بقى بسكوت بسكريم. الايام دي انا بحب البسكوت ده جدا. بعد ما فطرت دخلت بقى عشان اجهز اللبس بتاعي والحق الجامعه. جهزت اللبس وكمان جهزت الشنطه، وكده بقينا فل الفل و10 على 10. يلا بقى بينا ننزل عشان نلحق الجامعه بتاعتنا، وما نفوتش ما نفوتش اول محاضره زي كل مره، لا نروح على الموعد. بعد بقى ما رجعت من الجامعة قررت اخش اعمل توزيعات رمضان. قررت اعمل فوانيس صغيرة كده اوزعها على الاطفال عشان احسسهم باجواء رمضان، وكمان يعني فرحة لقلوبهم وكده. احسن حاجة في التوزيعات دي ان هي كانت بسيطة وسهلة وما خدتش مني وقت. اول حاجة بقى جبت ورقة من الكانسون، شفيت عليها، يعني انا كنت رسمة الفانوس ده، شفيته على ورق الكانسون. جيبوا اي لون تحبوه، انا استخدمت كذا لون، يعني اللون الازرق واللون الاصفر واللون الاحمر. انا استخدمت كذا لون كتغيير، يعني الاطفال ينقوا الفانوس اللي هم حابينه. وبدات اقصص ورق كانسون على قد ورقه الفانوس عشان اقصص كذا فانوس مع بعضيهم. بصراحه بيوفر معايا وقت جدا، يعني بدل ما اقص فانوس لا بقص 5 فوانيس مره واحده. فدي طريقه جدا يعني حلوه وهتفيدكم جدا، سواء في توزيعات سواء في اي حاجه بتعملوا منها كميات، هتفيدكم جدا الطريقه دي. بدات بقى الزق ما بين كل ورقه كانسون وكانسون عشان ما تتزحلقش مني وانا بقصها. وبس كده قصينا ورق الكانسون وبقت بالشكل الحلو ده. تاني خطوة هنعملها ان احنا نرسم شكل الفانوس من جوه على ورق الفوم. انا استخدمت اللون الاخضر واللون الازرق واللون البنفسجي، استخدموا الالوان اللي تحبوها. استخدمت برضو كذا لون زي ما قلت لكم عشان كتغيير ويلائم مع يعني اوراق الكانسون اللي انا مختاراها. بعدين بقى بدأت اقص بقى كل قطعة فوم ارسمها اقصها، يعني هي مش زي الكانسون ينفع نقص كله مرة واحدة، لا هو الفوم عايز دقة في القص شوية، فكنت بقص واحدة واحدة.
بعد ما خلصت تجهيز اساس الفانوس وكمان الحاجات اللي هتتلزق عليه من بره، حان وقت التلزيق. ودي اكتر فقره انا بحبها، ان انا الزق الحاجه اللي انا قصيتها وظبطتها على الحاجات. بدات بقى الزق كل فانوس، كل ورقه كانسون عليها ورقه فوم، عليها اشكال النقط اللي انا عملتها دي. عملتهم بخرامه الورق، لو عندكم خرامه ورق هتبقى حلوه جدا وهتنجز معاكم بسرعه. وبس خلصت كده الفوانيس كلها، يعني بدأت ألزق بقى كل الفوانيس بالشكل ده. ايه رأيكم في الحلاوة والجمال؟ الفوانيس عليها تحفة بصراحة، عجبني شكلها النهائي جدا. وهجهزهم بقى واحطهم في اكياس عشان بكرة اوزعهم على الأطفال في المدرسة. بس كده، اتمنى تكون الفكرة دي عجبتكم، ويعني اديتكم كده فكرة ان انتوا تعملوا توزيعات للأطفال عندكم وتفرحوهم. بس كده، وانا خلاص كده يعتبر يومي خلص. رحت الجامعة عملت توزيعات، فكده خلاص يعني يعتبر اليوم بتاعي خلص. يعني هخش انام بقى عشان اجهز بكرة للمدرسة الصبح. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك لو عجبكم الفيديو، وسبسكرايب عشان تنضموا لعيلتي على اليوتيوب. والى اللقاء احبتي في الله.